السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله هاتكلم عن topic ناس كتير أوي طلبته منّي، وعامل مشكلة كبيرة لناس كتير ما أعرفش ليه، اللي هو إزاي أنا أختار الprogram اللي هاhunt عليه. تمام، طب خلّينا متفقين بس، يعني مثلًا أنا فاتح HackerOne هنا، أنت عندك نوعين من الapproach اللي أنت هتاخدهم، يا إما هتركّز على target open scope أو scope كبير، هتعمل recon وdeep dive وكده، وتtest الثغرات اللي هي الinjection والحاجات الtechnical يعني، لا إما تختار target تاني يكون مثلًا domain واحد أو 2 domains يعني حاجة صغيرة تعمل sign up وتتمشى بقى في الموقع وكده وتشوف إيه الfunctions الموجودة وإزاي تستخدمها وإزاي مثلًا تabuse استخدامها وإن أنت تجيب ثغرات عن طريق اللي هي business logic والIDORs والحاجات دي. ففي فريقين، أنت الفريق زي ما قُلت لك الفريق الأولاني اللي هو بياخد open scope شركة كبيرة جدًا كل الassets في الscope بتاعها وبيعمل عليها recon تمام، وبيtest الثغرات اللي هي الtechnical وكده، اللي هي SQL injection والXSS والCSRF كده والكلام ده يعني، وبيtest عادي ممكن يtest الbroken access control والlogic وكده لو مسك مثلًا target فيه functions وكده وقعد عليه يعني، هي نفس عادي يعني، فاللي هو بيعمل recon ده عادي بيtest الlogic والbroken access control وكده يعني. فأنا باتست أي حاجة لمّا أنا باعمل recon مثلًا على target معين يكون open scope عادي، أنا بعد مثلًا أخلّص الtest اللي هي الثغرات الtechnical وكده، اللي هي الXSS والكلام ده يعني، والSQL injection والحاجات الtechnical يعني، باتست عادي لو في عندي domain مثلًا فيه sign up فباعمل sign up وباخش أشوف إيه الfunction الموجودة واستخدمه كأني user عادي وهكذا يعني. فممكن بس خلّينا نبدأ نشوف أمثلة عملية، مثلًا أنت مثلًا عندك برضه في حتة ناس برضه بتسألني طَب أنا أبدأ VDB والّا bug bounty programs وكده. والله مش عارف يعني أنت لو عندك الثقة الكافية اللي أنت تبدأ في bug bounty programs اللي هي بتدفع يعني، ومستعد يعني اللي أنت تكون مؤهل نفسيًا اللي أنت تقعد فترة كبيرة ما تجيبش ثغرة عليه والّا لأ؟ لإن أنت ممكن لو عملت كده وقعدت فترة كبيرة ما تجيبش ثغرة مثلًا أو مش لاقي أي نتيجة، هتُحبط وييجي لك burnout وممكن تسيب المجال أصلًا. فأنا ما أعرفش الصراحة الشخص اللي بيسألني ده هو إيه يعني، هل هو نفسيًا مجهّز لحاجة زي كده والّا لأ؟ ففي بقى فريق تاني بيقول لك أنت أي حد لسه بادئ يبدأ VDBs وعشان الدنيا بتبقى سهلة شوية فيها. بس أنا الصراحة يعني اللي شايفه الVDBs برضه يعني حتى الtop hunters بيجيبوا ثغرات فيها بالautomation وكده يعني، إن هي بتبقى سهلة تجيب ثغرات بالautomation عليها يعني، فهُم بيتستوا كُلّه يعني bug bounty program VDBs هو أصلًا مش بيشوف الtargets هو بيبقى معاه list كده وبيmonitor كل الprograms على HackerOne وبيجيب ثغرات بقى فيها، فأنت ممكن تشتغل VDBs برضه وتاخد duplicate منهم هُم أو من ناس عادية برضه بتستخدم automation خفيف. فممكن مثلًا لو أنت لسه بادئ وما عندكش الجراءة والثقة اللي أنت تخش في الbug bounty programs خُد VDBs مثلًا شوف ده كده، خُش على أي application أو target VDB وابدأ مثلًا إيه، خُش اعمل sign up ودوّر على الbroken access control وهكذا يعني الدنيا هتبقى أسهل وكده يعني. آآ أو إن أنت عاوز تشغّل automation عليه مثلًا بحيث تجيب ثغرات اللي هي الثغرات الtechnical اللي ينفع تعمل لها automation وكده. وده يعلّي الprofile بتاعك على HackerOne وييجي لك private وهكذا، بس أنا عندي بالنسبة لي من اللي شايفه يعني الpublic والprivate ما فيش فرق كبير، أنت لو قعدت program public فترة كبيرة هتعرف تجيب ثغرات عادي، والprivate ممكن تلاقي ناس كتير أصلًا موجودة فيه، فاللي هو يعني ما فيش أي ميزة ليك يعني، بس يعني كده والله أنت ليك الاختيار عاوز تبدأ VDB ومتاخدش فلوس ابدأ، عاوز تبدأ bug bounty programs وتحاول فيها وتحاول تجيب bounty ماشي، بس خلّي بالك لو أنت حسيت إن أنت هتحبط جامد أو ييجي لك burnout إن مش عارف تجيب ثغرات وكده يعني، فحاول على طول، حاول VDB وحاول تجيب ثغرات ولمّا تجيب ثغرات هتاخد ثقة أكبر وكده فترجع للbug bounty programs وتحاول فيها تاني وهكذا يعني.
فخلّينا كده نشوف لو أنت مثلًا خلّينا نبدأ الأول بالRaycon. لو أنت عاوز تمسك program OpenSCOPE فعندنا Sony. هنا بيقول لك إيه، هنا في option هنا بيقول لك إن هو OpenSCOPE بس هو مش موجود في Sony، فإحنا هنخش على الscope. بُص هنا بيقول لك إيه بقى security vulnerabilities that are identified مش عارف إيه Sony product or in website domains. هنا بيقول لك أي web site owned يعني Sony تمتلكه سواء يعني مثلًا يعني مثلًا sony.com تمام، ده الmain domain. طب خلّينا نجرّب كده Sony ليها TLD تاني والّا لأ؟ إمم. تمام، إحنا عارفين إن sony.com معانا. طب خلّينا نجرّب كده site dot star. هنا. إيه اللي أنا كتبته ده؟ كتبت site وكتبت بعد كده الdomain وبعد كده .star. .star معناها لأي حاجة بعد الdomain، يعني مثلًا كان sony.com صح؟ هنا كان sony.com تمام، فأنا لمّا سرِّشت في جوجل على sony.com ظهر لي sony.com بس تمام، بس أنا لمّا عملت الدار كده فقُلت له هات لي كل الTLDs. بُص هي أي حاجة بعد الdot دي اسمها TLD اللي هي يعني الdomains في دول مختلفة مش top domain يعني زي .com. يعني مثلًا عندك Sony IT تمام. عندك إيه تاني Sony كل ده تبع سوني، فأنت تقدر تعمل recon وتجيب subdomains منهم وتhunt عليهم عادي جدًا. دي فكرة الopen scope، أي حاجة تبع الشركة أو حتى لو مش تبع sony.com بالضبط يعني اللي هي acquisition الشركة سوني اشترت شركات معينة مثلًا أو كده، فدي برضه تبع سوني وبتقدر تhunt عليها. بس يعني ده مش موضوعنا يعني إن هو مش recon دلوقتي، إن شاء الله هابقى أعمل فيديو عن حتة إزاي تعمل recon على open scope. بس أنا مفهّمك الفكرة يعني إيه قصده بالكلام ده، اللي هو أي web site أو domains owned by company يعني. فده أنا شايف ده حلو لو أنت هتبدأ لسه بادئ يعني وما جبتش ثغرات خالص، تاخد حاجة زي sony openscope وتعمل recon كويس عليها وتلاقي ثغرات، يعني فرصة إن أنت تلاقي ثغرات فيها أكبر بكتير من إنك تبدأ بscope صغير يعني. يعني مثلًا هنا آخر 90 يوم 206 report اتبعتوا تمام، كام report 3666 دول resolved يعني اتبلغوا على الprogram ده واتصلحوا خلاص يعني. و1899 hacker 1899 واحد لقى ثغرات هنا تمام. هنا بيقول لك الscope واحد بس اللي هو يعني قصده اللي هو كل الdomains في الscope. طبعًا أنت شُفت الحاجات دي اتخضيت وافتكرت إن ما فيش ثغرات وكده، لأ بالعكس ده أنت هتلاقي ثغرات كتير. يعني مثلًا تقريبًا هو موجود هنا، مش عارف ممكن أsearch بالاسم أو ممكن نخلّينا إيه ندوّر كده. نمَض control F تعالَ كده نجرّب نمَض zero. أهو. يعني أنا من شهر كبّر كده، من شهر بعتّ ثغرة تمام، المفروض يدّوني swag بس ما ادّونيش، وابعت لهم بيقولوا لسه، ما أعرفش ليه. أنا كنت لمّا بدأت كنت حابب أجيب يعني ثغرة في سوني عشان تبقى في الprofile عندي. فعادي يعني أنا في الأول ما كنتش عارف أجيب فيها سعرات الصراحة، حتى بعد ما بدأت وحتى بعد ما جِبت أول bounty ليّا اللي كانت في AT&T وكده، بس أنا كنت حابب أجيب ثغرة هنا، بس الصراحة ما عرفتش. بس بعد فترة ضبطت حتة الرُكن أكتر يعني وكده، ولقيت assets هي ما كانتش في الdot com طبعًا، لقيتها في TLD كده كان تقريبًا GB يعني اللي هي اليابان وكده، فلقيت ثغرة عندهم. فده دليل يعني اللي هو عادي أنا كنت لاقي ثغرات يعني الموضوع لأ الكلام ده من شهر يعني، هي حصل لها resolved من شهر بس أنا لاقيها يعني من شهرين كده. فأنا أنصح أي حد لسه بادئ يعني يشتغل على sony يعني وكده، وفي IBM تقريبًا. IBM IBM برضه open scope. يعني ما تبصش على الحاجات دي، ركّز إن أنت تعمل recomm بطريقة كويسة وتجيب ثغرات فيها. مثلًا جيب scope
vulnerability report against IBM or any other. ماشي، هنا بيقول لك أي ثغرة هتلاقيها في star-ibm.com، تمام، أو أي حاجة بيقول لك any other web domains owned by IBM. أول ما تلاقي owned by IP الشركة يعني، اعرف إن ده open scope وتقدر تجيب أي ثغرة في تعالَ كده نجرّب كده. طيب IBM ليها TLD والّا لأ؟ أنا مش عارف ليه البتاع معكوس هنا. IBM.com. إمم، إمم، إمم. IBM.com. الصراحة ما عدّتش على IBM قبل كده كتير يعني، هو أنا جِبت كام ثغرة وخلاص. يعني بُص، في الVDBs اللي هي open scope دي أنا باجيب بس الbadge بتاع الشركة على الprofile بتاعي وخلاص، يعني مش هاشتغل ببلاش أكيد يعني. فلأ، ما عندهاش TLDs كتير زي sony. يعني شوف sony. آآ sony شايفين ليها كتير جدًا. أنا جِبت ثغرة هنا في الdomain ده، في subdomain في الdomain ده. شايفين في كتير إزاي؟ هابقى أعمل حلقة إن شاء الله عن إزاي تريكون على حاجة زي كده، تمام. وفي حاجات تانية، في تقريبًا أعتقد Ford. تعالَ نشوف كده. Ford open scope برضه. ثواني هنا كده، يا رب تكون موجودة، عاوز أوريها لكم. لأ مش موجودة للأسف. هنشوف الscope كده. هنا حاطين domains. ماشي، تمام. طب قايلين لكل حاجة في الscope والّا لأ؟ تمام، هنا بيقول لك إيه، حاطط wildcard any assets applications that appear to be owned by Ford is in scope. تمام، هنا شايف هنا بيقول لك إيه، أي application أو أي assets تبع Ford owned، يعني Ford تملكه، سواء acquisition أو تبع Ford نفسها. يعني بُص، ده مش مكتوب Ford.com، تمام، بس هو حاططه لك هنا. فهو أنت مش لازم تسيرش على Ford.com وهكذا يعني، لأ عادي. فهو حاطط لك wildcard هنا وبيقول لك أي حاجة تبع Ford في الscope، فدي حاجة كويسة يعني. مثلًا أهو، فأنت بتاخد كل ده بقى وتعمل له reference كويس طب خلّينا كده نشوف Ford ليها TLD والّا لأ. تمام، يبقى حلو. يبقى أنت بقى الناس اللي بتسمعني، ركّز على Ford وSony لو أنت عاوز VTBs open scope، هتبقى كويسة جدًا بالنسبة لك. إيه تاني؟ ده بالنسبة للrecon. يعني أنت لو عايز تاخد subdomain. ماشي، خلّينا كده نجيب الVDBs مثلًا. لأ my program إيه والprogram. هنا بتختار. تعالَ كده نبُص هنا الdomain مثلًا VDB. هنا بتختار هل أنت عاوز bug bounty program والّا VDB. هل VDB. فهتختار بقى أي application. ده scope صغير. تمام ماشي. زي ما أنتم شايفين كده، ده بنسميه scope آآ نسيت اسمه إيه والله. يعني scope صغير يعني. بس وتعمل sign up وتستخدم functions وكده وتفهم الapplication هتجيب فيه ثغرات. إيه تاني؟ بس كده. فأنت براحتك عاوز تختار بقى إيه. شوف، عاوز تختار VDBs bug bounty programs open scope والّا scope صغير وتنطق ليه. أيًا كان يعني أنت هدفك يعني أنت تجيب ثغرات عشان تاخد ثقة خصوصًا في الأول. وبعد كده يعني تبني بروفايل كويس وبرضه بتهنت على الباك بانتي بروجرامز وتشوف الدنيا هتظبط معاك ازاي يعني وهكذا يعني. بس ده كان فيديو النهارده ولو عندك اي فكرة فيديوز جديدة ممكن تكتبها في الكومنت وانا ان شاء الله هعملها بإذن الله. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.